في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الفرق ما بين جداول البي بي اس الخاصه بالبرنامج الاي اس دي. تمام، احنا دايما لما بنخلص شغل بنبقى دايما عايزين نطلع كميات الحديد الخاصه بالحاجه اللي احنا اشتغلناها، سواء كان سقف او عمود او كمرات او ايا كان الاليمنت اللي احنا شغالين عليه. تمام، طيب البي بي اس بتختلف شكلها وبيختلف استخدامها حسب انا محتاج اسلم انهي جدول فيهم او ايه المطلوب مني بالظبط. تمام، في اول نوع عندنا وهو النوع الاكثر نوع بيستخدم وهو المين تيبل. المين تيبل هو الجدول الخاص بكل حاجه تقريبا، يعني هو بيطلع لك كل البيانات اللي انت محتاجها بخصوص الاليمنت اللي انت مسلحه. تمام، قطر وطول وبوزيشن مارك وكل حاجه. طيب لو احنا اخترنا مين تيبل بيدي مجموعه من الاوبشنز تحت. تمام، الاوبشن الاولاني وهو قول لو انا اخترته بيجيب لي كل الحاجات اللي انا اشتغلت عليها في اللوحه، يعني اي حاجه انا اشتغلتها في اللوحه واخده برمر يبتدي ان هو يطلع لي الجدول بتاعها. تمام، طيب سيلكشن لو انا عايز اجيب حاجه معينه انا هعمل لها سيلكت. تمام، يعني انا محتاج العمود ده بس مش محتاج كل اللي في اللوحه، فبسيلكشن بقدر ان انا اختار العمود ده واطلع البي بي اس بتاعه. تمام، طيب البوزيشن هو بيطلب مني رقم السيخ، يعني السيخ ده مثلا رقم 61، السيخ ده رقم 62، فانا لما بقول له بوزيشن بيبتدي ان هو يقول لي عايز السيخ رقم كام. اخر تو اوبشنز دول احنا تقريبا مش بنستخدمهم. تمام، لو حبينا ان احنا نجرب، لو قلت له قول يبتدي ان هو يجيب لي جدول طبعا شكله كبير بسبب ان هو جاب لي كل الاسياخ اللي موجوده في اللوحه اللي عندي. طيب لو اخترت من تيبل وقلت له سيلكشن وجيت عند العمود ده مثلا ببتدي ان انا اختار العمود ده. طبعا يعني اخترت الجدول ما اخترتش الجدول، يعني لو اخترت اي حاجه زياده زي التكست هو مش شايف الكلام ده، هو مش بيشوف غير الاسياخ اللي واخده برمر. تمام، فبيبتدي ان هو يطلع لي الجدول ده. طيب لو انا قلت له من تيبل واخترت بوزيشن واخترت مثلا رقم 91 هو هيبتدي يعمل لي الجدول لرقم 91 بس. تمام، ده كده الاستخدامات بتاعه المين تيبل. طيب في ايه تاني؟ الديتيل تيبل. لو انا عندي حاجه هي اوريدي مرسومه بامر سيرفيس، ديتيل تيبل بيطلع لها التفاصيل بتاعتها. يعني انا لو انا عندي حاجه متغيره فالديتيل تيبل هو اللي بيبتدي ان هو يطلع لي التسليح بتاعها. تمام، عايزين نجرب برضو الديتيل تيبل. لو انا عندي حاجه بالشكل ده، طيب انا عايز دلوقتي اطلع لها المين تيبل بتاعها. لو قلت له سيلكشن واخترت ده اوكي هيبتدي يعمل لي ايه؟ هيطلع لي البوزيشن بتاعها اللي هو 517. تمام، وهيبتدي ان هو يحط لي القطر وهيقول لي التغير بتاعها او السيمبل بتاعها ان الطول بتاع السيخ ده بيتحرك من 6202 ل 7556. تمام، وبقى التفاصيل دي احنا عارفينها. الستار اللي هو بيحطها جنب الطول ده معناها ان الطول ده متغير. نفس الفكره، وهنا هو قايل ان الستار دي معناها ده الافريج لينس بتاعي. تمام، طيب لو انا عايز اطلع كل سيخ بالظبط طوله قد ايه عشان ابتدي الحداد يبتدي ان هو يقطع عليها. تمام، فهو الحل هنا في الديتيل تيبل. لو انا دوست ديتيل تيبل واخترت سيلكشن واخترت الاسياخ دي هيبتدي ان هو يعمل لي كل تفصيله او كل سيخ طوله قد ايه. طيب هو هنا كاتب لي 517.1 0.2 0.3 وهكذا، وهنا هو 517 وهو ابتدى ان هو ياخد السيخ ده يعمل من كل واحد، يعني يسمي ده 517.1 0.2 0.3 وهكذا لحد ما يوصل لاخر سيخ. تمام، وهنا بقى التفاصيل طبعا بتاعتنا بتاعت الجداول العاديه.